رحنا وجينا وحلوينا. هتكتب عليا وتأيد الواد على اسمك امتى يا توشك؟ ايه الوش اللي على الريق ده؟ يعني انت طول السنين اللي فاتت دي ولسه ما عندكيش غير النغمه دي؟ يا بت في نغمات تانية نزلت السوق وبجنيه. انا ما عنديش غير النغمه دي. بقول لك ايه، ما تفكك من اللي في دماغك بقى عشان تبقى الحياه لذيذه وعزيزه. بص انا دلوقتي مش فاضي، عندي شغل، اخلص واجيلك بالليل بقى على رواقه عشان نظبط بعض، بقالنا كتير قوي ما اتظبطناش. هو ده كل اللي يهمك؟ لا سألت عني رحت فين ولا جيت منين، ولا الواد اللي كبر ده ما يعرفلوش اب؟ تاني الواد يا وليه، ده انت كنت مثل اعلى الخيانه الزوجيه. ده انا اعرفك كنت متجوزه حنفي كبده، يعني كنت على ذمه الجحش. والجحش طفش وطلقني غياب يا اخويا، وبعدها بكام شهر حبلت في الواد، ومحدش كان داخل وخارج عليا غيرك، ومحدش كان بينام علي علي ازيك يا علي؟ امك دي مثل اعلى والله. تعالى ازيك يا علي؟ ازيك يا عم توشكا؟ ازيك يا حبيبي؟ عم توشك ده ايه؟ عم توشك ده إيه؟ علي وحشتني والله، مش طمني يا حبيبي، انت كنت فين المده دي كلها؟ كنا هنسى. ادخل الاوضه عندي في شوكولاته كلها. جرى اشجان، انت خرجت الواد كده ليه؟ ما تفطميني بقى، ايه الفوله؟ كنت بتعملي ايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ اتجوزت يا توشك، كنت عايزني اعمل ايه وانت ما عندكش تمن علبه سجاير، وانا من حق اعيش. انا مره ملياش زي، والبضاعه انت عارفها ومعينها كويس. صحيح، ابانش البضاعه الا بعد حبل ورضاعه. عايزين نعين بقى يا قمر. لا وحياة امك ما هتشمني ولا تشوف ضفري غير لما الواد ده يبقى ليه اسم. مش كفايه بيعايروه ومسميينه علي اشجان؟ خلاص نسميه مجدي اشجان.